بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أنا بتأسف على الفترة اللي أنا غبتها نظرا لأني كنت تعبان فعلا. كانت عندي وعكة صحية وربنا يسترها، وأرجو من سيادتكم الدعاء ليا بإذن الله. متنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة. هنتكلم في 3 مواضيع. الموضوع الأول موضوع نادي الزمالك ومباراته مع شباب بلوزداد. عارفين ان نادي الزمالك هيلعب يوم الجمعة مع نادي شباب بلوزداد. الزمالك فرصته في اقدام لاعبيه غير الاهلي خالص. الاهلي فرصته في اقدام لاعيبة فريق صن داونز، اما الزمالك فرصته في اقدام لاعبيه. الزمالك يكسب مباراة شباب بلوزداد الصعبة جدا 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 اللي هتتلعب في المدينة بلوزداد نفسها، مش هتتلعب مثلا في زي ما كان شباب بلوزداد بيلعب بره لما اتغلب من الترجي، لا هتتلعب في مدينه بلوزداد اللي الاستاد بلوزداد بيسيع 47,000 متفرج، والتذاكر تقريبا كده على وشك تخلص 50,000 متفرج. فالمباراه هتبقى صعبه جدا، وهيبقى في ضغط جماهيري على الزمالك من جميع الاتجاهات، ضغط جماهيري وضغط من التحكيم وضغط من كل حاجه. الزمالك عايز يعدي ويوصل الدور اللي بعد كده لازم يكسب شباب بلوزداد. التعادل هيطلع الزمالك بنسبة 100%، لأن نتيجة المواجهات المباشرة ما بين الزمالك وشباب بلوزداد النتيجة في صالح شباب بلوزداد. تاني حاجة الترجي زي ما عمل السنة اللي فاتت وساب الماتش، السنة دي نفس الحكاية برضو مع الفريق الجزائري هيسيب الماتش، ولو ما سابش الماتش وتعادل الماتش اللي هو مش عايزه أصلا هيطلع الزمالك، لأن الزمالك في حالة التعادل مع شباب بلوزداد هيبقى عنده 5 نقاط وشباب بلوزداد 7. الزمالك لو كسب المريخ هيبقى 8، وشباب بلوزداد هياخد نقطة من الترجي اللي هو مش محتاج الماتش هيبقى 8، فهياخدوا المواجهات المباشرة اللي ما بينهم فهيصعد شباب بلوزداد. فالزمالك لا مفيش أمل قدامه إلا إن يكسب شباب بلوزداد، والامل بتاعه باقدام لاعبيه وليس باقدام الاخرين زي مثلا الاهلي. امل الزمالك باقدام لاعبيه. فارجو من لعيبه الزمالك والجهاز الفني اللي ضيعوا كل حاجه السنه دي، دوري وكاس، حتى كاس الرابطه اللي جاي ما فيش حد من الانديه الكبيره بيعتني بيه، بيحاولوا يطلعوا ناشئين مش زي الفرق الاخرى. فالزمالك اغلب البطولات طلع منها، ما فيش قدام الزمالك الا بطوله افريقيا اللي هو كان على وشك الخروج منها، وامله جالي ورجع مره تانية. فارجو ان الزمالك في الماتش ده يستغله افضل استغلال. والزمالك المفروض يلعب الماتش ده مدافع 60 70 دقيقة ما يدخلش فيه جون. الزمالك لو بدأ هجوم الزمالك هيجي فيه جوان وهيخسر المباراة. الزمالك لو فتح هيجي فيه جوان. الفريق الجزائري بيلعب كرة على الأرض كويس وبيلعب كرة قصيرة، والكور القصيرة بتتعب الزمالك، الباص بيتعب الزمالك جامد جدا. فالزمالك يبقى حذر طول الماتش وما يفتحش الماتش خالص الا للدقيقه 75، يتنه متعادل وامله موجود للدقيقه 75 يبتدي يعمل تغييرات هجوميه ويبتدي يهاجم بكثافه، لانها خلاص لا كده لا كده. لانما لو فتح الزمالك زي ما بنشوفه بيفتح المباراه في الاول هيدخل فيه جوان، والفريق هيحافظ على الجون اللي هيجيبه. فريق شباب بلوزداد لو جه جون الماتش هيبقى خلص وهيطلع بالنتيجه دي، والزمالك مش هيقدر يعوض. والجماهير وحتف الكور في قلب الملعب، الكوره هيجيب الزمالك بيجي عشان يجيب الكوره هتتحدف من كل حته زي ما بنشوف في ماتش الماتشات شمال افريقيا. فالزمالك عشان يحافظ على حظوظه 75 دقيقة ما يدخلش فيه أهداف. قدر يخطف ما قدرش يخطف 75 دقيقة الزمالك محافظ على شبكته نظيفة، وفي آخر ربع ساعة يبتدي يغير تغييرات هجومية ويطمع في النتيجة جامد جامد جامد، لأن ما قدامكش حل إن أنت تفوز. غير الفوز مفيش بديل إلا بقى إذا المريخ السوداني كسب الترجي، وده صعب. وحتى لو كسبوا برضه الترجي الماتش مع شباب بلوزداد هيسيبوا ويتعادلوا وهيصعد أول المجموعة، دي حاجة محسومة. تاني حاجة هنتكلم فيها ماتش الأهلي والقطن الكاميروني. الأهلي غير الزمالك خالص، الأهلي يعتمد على أقدام آخرين. فريق صن داونز والهلال السوداني، إذا الأهلي كسب القطن الكاميروني، والماتش مش هيبقى سهل للأهلي لأن فريق القطن الكاميروني عمل زي صن داونز، هيفتح الملعب بالمجان لجماهيره وهيعمل ضغط على الاهلي، لان هو اصلا فريق القطن الكاميروني ملوش اي امل، هيلعب بارتياحيه، هيلعب للظهور، هيلعب عشان يشوف جماهيره اللي قدامه، هيلاعب الاهلي فريق كبير، فهيحاول بشتى الطرق ان يعمل نتيجه ايجابيه في ارضه وسط جمهوره اللي هيدخله البلد. والاهلي مفيش بديل له الا الفوز، لازم يكسب القطن الكاميروني ويستنى نتيجه صن داونز.
صن داونز اللي النهارده اعلن منذ ساعات قليله جدا ان في 11 لعيب مصاب. يعني مش متعودين ان الحاجات دي تحصل، هي حصلت السنه اللي فاتت ضد الزمالك بس مش متعودين الحاجات دي تحصل قدام الاهلي. يعني صن داونز اعلن ان في 11 لعيب مش هيسافروا السودان. فريق الهلال السوداني الماتش ده بمثابه، يعني مش عايز اقول لك تاريخ، يكتب تاريخ انه يخرج الاهلي من الدور التمهيدي او من دور المجموعات للبطوله. ده بيكتب تاريخ جديد وبيسطر تاريخ جديد، انه كسب الاهلي 1-0 في السودان واضاع ضربه جزاء واضاع جونين مؤكدين منهم انفرادين، جون كان فاضي، يعني كانت ممكن تبقى نتيجه تقيله جدا على الاهلي. اما فريق صن داونز يكاد يكون مش محتاج المباراه. صن داونز صعد 10 نقاط، لو اتغلب من الهلال هيبقى الثاني 10 نقاط، لكنه هيلاعب القطن الكاميروني، هيكسب القطن، واي نتيجه للاهلي والهلال تعادل او فوز الاهلي برضه هيصعد صن داونز اول المجموعه. فصن داون عمل حاجه غريبه، انه يعني الخبر ده طبعا اكيد مسؤول الهلال وجماهير الهلال فرحت. فريق زي صن داونز اللي غالب الاهلي 5 وفريق قوي جدا، عنده اكتمال في كل العناصر بتاعته بصراحه في كل المراكز ما عدا خط الظهر. خط الظهر اللي ضعيف بس بيعوضه بخط الوسط والهجوم. بصراحه فريق متكامل، يعني اذا قوي خط الظهر هيبقى فريق اول في افريقيا باكتساح، الاخرين بعده بمراحل. فهيلعب المباراه بارتياحيه. الاهلي عايز صن داونز يتعادل، مش عايز اكتر من صن داونز من كده، وهو يكسب القطن ويكسب الهلال يصعد. اما غير كده فوز الهلال، خروج الاهلي من غير اي حاجه، حتى لو الاهلي كسب القطن 20 سنه. فارجو التوفيق للفرقتين المصريين بصفتهم مصريين، رغم ان احنا طبعا اهم حاجه فريق الزمالك اللي احنا بنشجعه طبعا التحفيل حاجه، وان احنا مثلا فريق من مصر يعدي برضه وهتبقى حاجه كويسه، رغم ان الفرق الصراحه المصريه السنه دي ما تستحقش تصعد صراحه، يعني لا الاهلي ولا الزمالك لغايه دلوقتي. يعني احنا نتمنى انهم يصعدوا، نتمنى للزمالك انه يصعد، بس صراحه ما قدموش مردود يخليهم يصعدوا. تالت حاجه هنتكلم فيها بصفتنا من المنوفيه، فريق جمهوريه شبين هيلعب مع بيونيز، فرق القسم الثاني غدا في مباراه لا تقبل القسم على 2. فريق جمهوريه شبين يحتل المركز الثاني بالمواجهات المباشره عن طنطا 37 نقطه بعد الكرنس. نتمنى من جمهور المنوفيه زي ما عودنا في ماتش طنطا ملء المدرجات كلها، جمهور المنوفيه عامه وجمهوريه شبين خاصه يملى المدرجات بكره ويشجع فريقه من اول دقيقه لاخر دقيقه، لان مباراه الغد لو كسبها نادي جمهوريه شبين ممكن يبقى اول المجموعه، لان في نفس التوقيت هيلعب ديكيرنس صاحب المركز الاول 38 نقطه مع طنطا صاحب المركز الثاني مقرر 37 نقطه. تعادل طنطا وديكيرنس مع فوز جمهوريه شبين ان شاء الله بكره جمهوريه شبين يبقى الاول. طبعا جمهوريه شبين يا جماعه نازل من القسم الثاني بقاله اكتر من 20 سنه، يعني داخل 25 سنه، نازل سنه 97. فدي تقريبا اول مره اشوف جمهوريه شبين ينافس بالشراسه دي. فهو يلاعب فريق من المؤخره، لكن طبعا زي ما شفتوا يبقى عامل احتياطاته، كابتن عصام شعبان يبقى عامل احتياطاته، لان احنا شفنا طنطا وفريق الهلال مطروح اللي كان بيتغلب بره وجوه راح خد نقطه من طنطا في طنطا الماتش اللي فات. ومش بس كده، ده اطاح بطنطا. طنطا لو كانت كسبت الماتش كانت بقت اول المجموعه. فرجوا من جماهير المنوفيه المسانده من اول دقيقه لاخر دقيقه، الماتش مش هيبقى سهل. يعني لو بصيت في الجدول كده ولقيت الفريق اللي جمهوريه شبين ب 37 نقطه هيلعبوا 13 نقطه، هتقول لك لا انت استفاد. فريق الهلال المطروح كان عنده كام نقطه؟ 16 نقطه، خد نقطه من طنطا اللي كانت لو كسبت بس كانت صعدت اول المجموعه. في نفس التوقيت هيتلعب طبعا زي ما قلت لكم كيرنس وطنطا، وده ماتش لو اتعادلوا فيه او حتى فريق كسب اي نتيجه هتطلع فيه مع فوز جمهوريه شبين هيبقى في صالح شبين، حتى لو شبين ما تصدرتش المجموعه، بس في فريق هيرجع لورا منهم. زائد ان في فريق بلديه المحله برضه هيلعب، المجموعه فيها اشتباك، بس فرصه جمهوريه شبين السنه دي لو مشيت فرصتهم اكبر من كل الفرق، لانه الفريق الوحيد اللي لاعب 3-4 فرق من المنافسه، لاعب ديكيرنس، لاعب طنطا، لاعب كفر الشيخ، الثلاث فرق اللي بينافسوا، ولاعب الاولمبي اللي هو الحصان الاسود للمجموعه اللي كسب البلديه، واي فريق بيلعبوا الاولمبي في ارضه بيحقق معاه نتيجه ايجابيه. فارجو التوفيق لجمهوريه شبين غدا، والتفاف جمهور المنوفيه بصفتنا من المنوفيه حول جمهوريه شبين. وفي الختام ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.